أصدقائي الأعزاء، صباح الخير على الجميع، صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح الصباح على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة. حديثنا بمشيئة الله لهذا الصباح من قناة صوت الإنسانية، من القلب إلى القلب، بعنوان الغجري منبوذ بالمجتمع. ليش؟ أخواننا الأعزاء، قبل أن نبدأ بموضوع الغجري أريد أسولف وياكم سالفة كلش قصيرة. يعني اللي يزور شهادته هذا شريف، سواء بمجلس الوزراء أو مجلس النواب أو بأي دائرة أو بأي مجال من المجالات، اللي يزور شهادته المدرسية شريف هذا؟ طبعا لا. اللي يسرق شريف؟ طبعا مو شريف. اللي يسرق وهو مؤتمن، يعني أنت مأمنة، الدولة مأمنت على صندوق، مأمنت على أمانات، مأمنت بوزارة، مأمنت في أي مجال من المجالات ويبوق الأمانة، هذا شريف؟ طبعا مو شريف. اللي يسوي انقلابات واللي يسوي مشاكل واللي يسوي ويسوي وما يسوي، يعني هذا مو شريف. اللي يخل بالنظام مو شريف. اللي يسرق الدولة مو شريف. اللي يخرب المال العام مو شريف. اللي يكذب على الدولة مو شريف. يا أخوان، هسه راح نجي إلى هذا المواطن العراقي، هذا إنسان غجري، يقول جيب لي واحد غجري يشرب أو يبيع مخدرات، جيب لي واحد غجري عنده دعوة زنا بمحارم، جيب لي واحد غجري إرهابي. يقول ليش احنا منبوذين بالمجتمع؟ ليش منبوذين؟ شنو ذنبنا؟ شنو ذنب أطفالنا ذولا إذا كبروا؟ ذولا الأطفال، يعني الأحداث الآن إذا كبروا شنو ذنبهم الأطفال من يكبرون؟ يقول قبل كم يوم، هاي سالفة وحشية، يقول قبل كم يوم اثنين دا يسولفون على العمل بأحد المصانع بالديوانية. يقول أنا قلت لهم يابا أنا اللي أشتغل وياكم. قال له روح قدم. فيقول جيت قدمت المعاملة واخذوها ويحجون وياي. يقول بعدين واحد قال لهم هذا غجري، هذا كاولي، هذا غجري هذا. يقول رأسا شالوا لي 10,000، قالوا لي هاي كروة ارجع بيها، والعدد قبض. في حين أول مرة قالوا له ترى شغلك 450 بالشهر. يقول قلت لهم نعمة. زين يا أخواننا الأعزاء، أنا بس أسأل كل المسؤولين، أسأل ابتداء سؤالي من إلى السيد محمد الشياع السوداني المحترم أبو مصطفى بالله عليك، هذولا أشرف الغجر لو نور زهير ابن الحسب والنسب؟ هذولا الغجر أشرف لو هيثم الجبوري أشرف؟ هذولا أشرف لو هذا شو اسمه الله أخوياهم دوحي؟ زين ياهو الأشرف. والشبكة اللي ويا نور زهير تعرفهم أنت، وزراء ومسؤولين، ما نريد نجيب أسمائهم لا تصير مشكلة. هذول أشرف لو الغجر؟ طبعا. اللي زوروا شهاداتهم، اللي دا يبوقون بالبلديات، اللي دا ياخذون رشاوي بالمرور، اللي ياخذون رشاوي، هذول أشرف لو الغجر؟ والله هذول الغجر أشرف منهم، والله الغجر أشرف من 3/4 بالحكومة، الغجر أشرف من 3/4 من الشعب العراقي. زين 3/4 الشعب العراقي اللي باق وسلب وناب وعنده زنا محارم ويشرب. شوفوا ايش قد ناس تشرب عرق وكل شيء تسوي. زين ذولا مو خوش وادم؟ يعني هذا مو خوش آدمي لأنه غجري؟ فلان ممثل زوجته تنام بحضن غير واحد، هسه واحد يقول لك لا تحكي على الفن. ممثلة تنام بحضن واحد وتنام وياه على السرير ويسبقها ويبوسها وينام فوقها وتنام فوقها، كل هذا ونسميها النجمة اللامعة. الممثل الفلاني يشرب ويحشش وعنده شذوذ جنسي ونقول له النجم فلان. أنا ما أقصد بس على الممثلين العراقيين، على المصريين وعلى العرب بصورة عامة، لأن هاي مسألة عامة. هاي الغجر بكل البلدان منبوذين وخاصة بالعراق. يعني نشوف الساقطات نقول عليها نجمة لامعة وسيدة الشاشة ودلوعة الشاشة وما أدري شنو، وهي فاسدة. عود من يصير عمرها 70 80 راحت للعمرة ضربت الحجر الأسود
وخلت لها متر قماش على راسه. يا جماعة ترى منو اللي دا يبيع العرق؟ 3/4 الإسلام والمسيح، 3/4 المسلمين. الملاهي منو فاتحها بأربيل؟ اللي فاتح الملاهي الدعارة بأربيل وبغداد منهم مو عراقيين مو مسلمين، كلهم مسلمين. هذول أشرف من الغجر اللي دا يسرقون، اللي دا يسلبون، اللي ياخذون رشاوي. الدكتور اللي عامل المريض شكل بالمستشفى وبالعيادة شكل، هذا أشرف لو الغجر. أبو الصيدلية اللي يضم العلاج ويبيعه غالي، هذا أشرف لو شو اسمه الغجري. أبو الأشعة وأبو السونر بالمستشفى يحارب المريض على مود يروح يسوي سونر وفحص بالأهالي، هذا شريف له الغجري. المدرس اللي ما يدرس بالمدرسة ويقول للتلاميذ يدخلوا دورات، يقولوا للأستاذ يما ندخل، يقول لهم يمي يدخلوا، هذا أشرف له الغجر. طبعا ما نقصد كل المدرسين وما نقصد كل الأطباء وما نقصد كل الناس، البعض اكو هواية كلش، والما يدخل دورة مال تقوية ما ينجح، لو يجي ربه ما ينجح. هذول أشرف له، هذا أشرف الغجري. يا جماعة شوية خلوا الله بين عيونكم، ترى كلكم ميتين، كنا ميتين ورايحين، بس تبقى الذكرى الطيبة، المجتمعات تبقى لجبر الخواطر على الله. شنو هذا نقول له انت غجري ما تشتغل؟ لا والله، المفروض ابو مصطفى السيد السوداني المحترم يشغلهم او يفرض تعيينهم كلهم الغجر، نساء ورجال. شنو مو شرفاء المحافظين اللي دا يبوقون، نواب المحافظين، القائم مقامية، مدراء النواحي اللي دا يبوقون فلان وفلان وفلان. ايش قد باقوا العراق من ذاك اليوم لليوم؟ ايهم السامرائي اشرف لو الغجر. يلا انتوا احكوا فلان محافظ البصره اللي كان اشرف لو الغجر. السوداني كان وزير ماليه ووزير تجاره ما ادري شنو اللي سرق وراح، هذا اشرف لو الغجر. يا معودين دخلونا ساكتين. شن عدد؟ ما تقولوا لي شن عدد من 2003 الى هسه. السرقات، المناقصات اللي دا يغشون بها بالاتفاق مع المحافظين والمسؤولين اللي بالدوله، شقد ضباط الجيش اللي عندهم فائضين او ما ادري شو يسموهم، يقبضون رواتب مال مئات الجنود وهم ببيوتهم الجنود وياخذون ذولا اشرف الضباط لو الغجر اشرف. أشوف كيفكم تردوها كبيرة تردوها صغيرة. احنا من جماعة من عشيرة بابا غطيني، من جماعة طف الضوء والحقني، احنا فلان عشيرة ننتمي لفلان مذهب. 3/4 سفلة وسلسلة وهتلي. وكل من يحارب الغجر اقسم بذات الله الغجر اشرف منه، اللي نعالهم وحذائهم اشرف منه. كافي ضيعتوا للعراق. أنا بهذا الحكي ما دا أحكي على الحكومة أو على مسؤول معين، لا، أحكي على الشعب اللي دا ينبذ الغجر ويحكي عليهم. ليش انت اللي تحاربهم؟ روح شوف الدائرة اللي انت تشتغل بيها ايش قد بيها سرقات وبوق وأراضي. الكرادة أخذتوها، فلان الجادرية أخذتوها، وبذاك النظام من كنتوا هماتنا نفسكم انتوا اللي كنتوا بذاك النظام 3/4 هسه دا تحكمون، 3/4 دا تحكمون هسه صايرين مؤمنين ومسلمين وتحاربون هذا الرجل المسكين. والرجل سأل أسئلة، قال جيب لي واحد عنده زنا محارم من الغجر، جيب لي واحد يشرب مخدرات أو يبيع مخدرات، جيب لي واحد إرهابي. ماكو. الإرهابية من هناك كلها 3/4 عراقيين الإرهابية ويتعاطفون مع الإرهاب وحواضن للإرهاب. هذول الفجروا قدس العتاد، اللي فجروا قدس العتاد بديالة بطارمية قبل كم يوم وراح بها عقيد وعميد ومقدم وجنود. هذول أشرف لو الغجر ما أذوا. هذا عودنا راح نفجر وراح والله ما أدري واحد الشيء. الله يا أخوان
حكي هواية ويعني ولغوة هواية، هماتين مجتمع كله تناقضات، مجتمع كله ما أدري الواحد إيش يحكي شي يقول. والله ما أدري، والله مرض قلبي هذا الشاب اللي يقولون عليه غجري، يعني يقول أنا شو مسوي؟ أنا أريد أشتغل عامل ب 450 بالشهر، أريد أشتغل عامل أعيش عائلتي. نقول له ما تتعين أنت غجري؟ هيثم الجبوري عضو لجنة مالية، مسؤول لجنة مالية مجلس النواب، ايش كبر اسمه هيثم الجبوري مسؤول. طلع حرامي لو مو حرامي؟ باقي الجمهورية العراقية لو لا؟ باقي الناس المئتمنين لو لا؟ لو نور زهير، لو ابن جوحي، ها رائد جوحي ما ادري شو اسمه، هو الاشكولات الزفرة هذه. يلا يا اخوان نقول لكم مع الف سلامة، وعاش العراق. الزقايل